السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح نشارك فيها معكم واحد لو بغياج خفيفه روعه، وراح نشكله معكم بعده طرق بعده اشكال. فوالا، خليكم مع لا فيديو. لاول مره يدخلوا القناه نقول لهم فضلا وليس امرا، ديروا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد. نحتاج في الوصفه تاعي كاس تاع حليب دافي، ملعقه تاع خميره الخبز، 4 ملاعق تاع السكر. خلطهم خفيف خفيف، ما نطولش معاهم بزاف باسكو مازال راح نزيدوا لي زانغريديان. نحتاج ايضا مبشور برتقال ومبشور ليمون، واحد نص حبه. مع لافاني راح يمدونا واحد لوغو في البغياش روعه، خصوصا مع الشوكولا مع البرتقال راح يمدوا واحد الذوق يعني فورميدابل. فوالا، نزيد حبه تاع بيض كامله، ونزيد معاها بياض نتاع بيضه. كما تقدروا تستغنيوا على البيضه الكامله، تقسموا البيضه تاعكم صفار تحتفظوا به باه تدهنوا به وجه البريوش، والبياض ديروه في العجينه. كما شفتوا صفار البيض هذاك ضفت عليه الحليب ولافاني وغطيته به ما ييبسش ولا ما ينشفش، ما يديرش القشره يعني. درت 6 ملاعق تاع زيت عادي، زيت نباتي. درت الملح ملعقه تاع قهوه حليب، ونحرك تري تري بيان. زدت الكاس الاول ونحرك مليح. ضروري تخلطوا مليح في هذه المرحله باش لو بغياج تاعكم يجيكم خفيف. صدقوني راح تحصلوا على نتيجه جد مرضيه. خلطوها تري تري بيان حتى تفتح هذيك لافارين مليح. نزيد الكاس الثاني ونزيد معاه باكي تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. نزيد نخلط تري تري بيان. هذا الكاس الثالث. ضروري كل مرة تضيفوا الفرينة دخلوها مليح قبل ما تزيدوا تضيفوا كمية الفرينة. أنا كانت دات لي 3 كيسان وثلث كاس. فوالا، هذه هي العجينة تاعكم. لازم تبقى تتلاصق في اليدين وخفيفة باش يجيكم لي بغياج تاعكم هايل. راح نضيف أيضا ملعقة تاع لا مارغارين. لا مارغارين تاعنا يعني راه البرد، حتى ولو نجبدوها من الثلاجة الافونس مش راح تطرى معاكم. راح نعطيكم واحد لاستيس، ديروا لا مارغارين تاعكم بين يديكم، طريوها مليح، ومن بعد بداو دخلوها في العجينه. دخلوا لا مارغارين تاعكم مليح في العجينه حتى يتغير الملمس تاعها، ترجع لكم ليس ومطاطيه. فوالا، هكا نخبط من الفوق لتحت، ومن باراليل راني ندخل في هذيك لا مارغارين حتى ترجع لكم بهذه الطريقه. شوف، هي راهي تتلاصق في اليدين مي تتجمع وترجع متجانسه مع بعضها. دهنت يدي دهنه خفيفه بالزيت كيما دهنت هذيك العجينه. راح نغطي عليها ونخليها تختمر. خليها تختمر مره، نكسر لها التخمير. فوالا، والمره الثانيه والمره الثالثه نبدا نشكلها. نقسمها على 8 قطع متساويين. نستعين بالفرينه باه ما تلصقليش العجينه. فوالا، كل واحده تقسم الطريقه اللي تشوفها مناسبه. فانا نفتح العجينه على شكل مستطيل. في الحقيقه انا فتحتها يعني بشكل عشوائي، خاصه هذه الاولى باه نوريكم انه العجينه تقدروا تشكلوها كما تحبوا. شوفوا كيفاش فتحتها يعني بشكل بيضاوي شويه. نفتحوها ليبيسور فين، ما تخلوهاش غليظه كما يقولوا. فوالا، نفتحوها رقيقه. استخدمت لا غولات. فوالا، ما نوصلش لا غولات حتى للطرف. ندير شوكولا ونبدا ندور في العجينه بهذه الطريقه. وما تخافوش منها، ما تقولوش هذيك الشوكولا تقعد تبان راح تتحرق. انا استخدمت واحد الشوكولا يعني شوكولا دادا، وكل مره كيفاش كل وحده وزهرها مع الشوكولا. كاينه اللي تتحرق لها تمد لها انا غياغو. الحقيقه انا هذه نستخدمها، تمد لي واحد لوغو في البغياش روعه روعه. وشنو استخدمتها وهي بارده بزاف، ماشي بدرجه حراره المطبخ. كما شفتوا دورتهم مع بعض وراح نلصقهم بهذه الطريقه. ندير ان بانسي صغيره باه ما تتفتحليش فقط. نديرها فوق بابي كويسون في ان بلا اللي راح يدخل. فوالا، نحطها
نكمل نشكل بقية الاشكال ومن بعد نغطيهم ونخليهم يختمروا. هذا الشكل الثاني كما راكم تشوفوا. دوك ندورها كوم سي اون باغيت. فوالا دائما نفتح هذيك العجينه رقيقه، ما نخليهاش غليظه بزاف، نفتح بلا غولات حتى للطرف كما راكم تشوفوا. العجينه هذه هايله، تشكلوها كما تحبوا، خاصه كي تزيدوا لها شويه لافارين راح تساعدكم. اون باراليل ما تكثروش لافارين بزاف حتى تبدل لا تيكستور تاع العجينه كما راكم تشوفوا. فتحتها بشكل ثاني مستطيل نوعا ما. ضغطت بيدي على هذيك الشوكولا باش برك ما تطير ليش يعني وانا نشكل. دوك تشوفوا كيفاش نشكل هذا الشكل. فوالا نبقى ندور فيها، نستخدم لاكوبات ولا الموس، نقسم من الاعلى حتى الاسفل، نخليها شويه برك، ما نخليش بزاف خشينه الفوق. فوالا نبقى ندور فيها، شوفوا شكلها وشحال هايل. نبقى ندور فوالا ونديرهم مع بعضهم بهذه الطريقه. هذا الشكل الثالث. وهذا الشكل الرابع. نفتح بشكل مائل. كل مرة نفتح العجينة لازم تكون رقيقة. راح نزيد ندير شوكولا. شوفوا بالعيني هنايا رفتها معكم باش تشوفوا بلي العجينة نتوما تتحكموا فيها كما تحبوا، حتى وراهي خفيفة وتتلاصق في اليدين. رشة تاع الفرينة هذيك راح تساعدكم انكم تتحكموا في العجينة تاعكم. اون بليس راح يجيكم واحد لو بغياج خفيف كالريشه. فوالا نزيد ندير رشه تاع شوكولا، نضغط عليها باه ما تطير ليش. فوالا راح ندور. دوك تشوفوا كيفاش نشكل هذا الشكل الرابع. فوالا هذه هنايا راح ندير كلش شغل حفره صغيره. سي جامي تحبوا ديروا فيها اون كريم باتيسير شوكولا، شوكولا تارتيني. فوالا هذا الشكل الخامس. فوالا راني نوريكم بلي تقدروا ديروا بيديكم بالحلال. نفتح بلا غولات، ما نوصلش حتى الاطراف، ندورها. ما تخافوهاش كامل العجينه تجيكم مروعه. قلت لكم راح تمد لكم واحد لو بغياج خفيف كالريشه. اتمنى ان شاء الله ما تنساوش تشاركوا الوصفات تاعي، ما تنساونيش بجيم وكومنتير. فوالا هذا لو بغياج. ان شاء الله جربوا الوصفه قبل شهر رمضان، ان شاء الله ربي يبلغهولنا ويقدرنا ان شاء الله نصوموه. شفتوا كيفاش دورتها هذا الشكل وهذا الشكل الاخير. فوالا نحطها في السنيوه تاعي ونبدا نشكل في الاكس هذا. فوالا هذيك لا ديرنيير درتها اون باغيت سامبل، غطيت عليهم خليتهم يختمروا حوالي ساعه، ومن بعد درت عليهم صفار البيض اللي كنت ضفت له شويه حليب وشويه فانيلا كما وريت لكم في البدايه. رشيت شويه جلجلان، تقدروا تخلوه هكاك، تقدروا ديروا كاوكاو ولا لوز ايفيلي. فوالا نسخن الفرن تاعي على لافونس مده ربع ساعه ولا 20 دقيقه، ومن بعد ندخل هذون كي يطيبوا لي من تحت نشعل عليهم من الفوق. هذه هي النتيجه. فوالا هنا راهم سخونين. نحي البابي كويسون ونحي البغيوش تاعي نحطهم فوق اون غريل ونغطي عليهم مادامهم سخونين، نغطي عليهم غير بطرشونه. فوالا يا ربي 5 دقائق نعاود نفتح عليه. صدقوني راح تجيكم روعه روعه روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تكون عجبتكم او الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم.
تهلاو في رواحتكم، تلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى او في فيديو اخر. مع السلامة.